بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. البغل والكدار عبد الفتاح جوادي تمنى المغاربة زلزال آخر اللي غادي يدمرهم دمار شامل، وقال على أنه غادي الجفاف هدام وكأنه يعلم الغيب، مع العلم أن علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى. هذا البغل والكدار نسى على أنه نصاب وشفار ومبتز، يعني نصب على تباري وممثلين أخرين، والقضية ديالو وصلت حتى المحكمة. هذا الكدار نسى على انه ما كيديرش الفكاهه، بل كيدير غير التخربيق والتجعويق، وعايش واحد الزباله كبيره ما عندهاش حدود، لان الفكاهه التناغ، الفكاهه راه فن وكيقراو على الناس يعني في مدارس. ثم اضافه الى هذا، وهذا هو الاساسي اللي بغيت نسطر عليه، هو انه دائما كيلبس اللباس تاع العيالات، كيدير زيف تاع العيالات، يلبس لباس تاع العيالات، ماكي بحال لي فام بحال العيالات، وكانه والعياذ بالله ما كيرتاحش في الجلد والثوب تاع راجل، ما كيرتاح الا في الثوب ديال النساء باش يضحك الاخرين. وهذا كيتسمى في اللغه الفرنسيه ترافيستي، ملي كنترجموها كيتسمى يعني شي واحد اللي هو متخنت، او ممثل كيلعب دور متنكرا في ثوب امراه. كاين بعض الشعوب ما كتستحملش الراجل اللي كيلبس اللباس تاع العيالات، شعوب ودول الان كتكره هذا النوع ديال الرجال. في الاسلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات بالرجال من النساء بالرجال. يعني الراجل اللي كيتشبه بالمراه ملعون، والمراه اللي كتشبه بالراجل حتى هي ملعونه. علاش؟ لان كاين الان في الثقافات العالميه في بعض الدول كاينين الناس كيقلدوا تقليد اعمى. واحد كيلبس اللباس تاع العيالات وكيدير بحال العيالات ودير حركه العيالات، تفقد الهويه ديالو، ولا كيقلب على راسو ما بقى عارف راسو واش هو راجل ولا امراه، والعياذ بالله. هذا الدعاء اللي دعاه هذا الكدار وهذا البغل على المغاربه غادي يجيه غير هو بوحدو، بحال هذاك الجزائري اللي قال لك خرج من الدوش وبدا كيدعي على المغاربه، وقلت له ودي هذا الشيء اللي كدعي على المغاربه غادي يجيك. وسبحان الله في اليوم الاخر بان على انه كيف واحد الفيديو وتيقول على انه تصاب بمرض خطير.